طبعا هو المرور ده يعتبر مرور مهم جدا، لان لازم نقف يوم بيوم على احوال المرضى والخدمة الطبية المقدمة والخدمة غير الطبية. دايما بنحاول نسعى او نرتقي بهذه الخدمة الى المستويات اللي تليق بمعهد الكبد، والمستويات التي تناسب معايير الجودة، جودة الرعاية الصحية اللي الحمد لله المعهد اعتمد بالمعايير دي. فدايما بنحاول نحافظ عليها وبنحاول نرتقي بيها، ودايما بنطمن بعينينا على ان كل الامور بتسير كما يجب ان يكون، وان المريض في معهد الكبد بيتلقى الخدمة الطبية المطلوبة والتي تليق بالمعهد. احنا الحمد لله دايما بنسعى الى تنظيم الندوات والانشطه والورش العمل التي ترتقي بمستوى الاطباء، لان ده جزء من التحسين المستمر والتاهيل المستمر للحصول والمحافظه على شهاده الاعتماد للجوده، جوده الرعايه الصحيه. وبالتالي دايما بنسعى الى عقد المؤتمرات، في منها المؤتمر الكبير الموحد لمعهد الكبد القومي، وده اللي بيعقد سنويا، وده مؤتمر عالمي بيشارك فيه دول مختلفة من أنحاء العالم. وفي طبعا على مدار السنة بيبقى فيه مؤتمرات صغيرة وورش عمل على مستوى المعهد وعلى مستوى الأقسام. دايما المعهد في حراك علمي وفي نشاط مستمر سواء للتدريب أو لنقل الخبرات. عندنا 7 عنايات مركزة مقسمة لعنايات بطنة، ودول 4 عنايات بيشغلوا تقريبا 37 سرير. وعندنا عنايات جراحة، عناية مركزة جراحية وعناية متوسطة جراحية. العناية المركزة الجراحية بتخدم جميع المرضى اللي بيحتاجوا للرعاية المركزة بعد العمليات الجراحية. والعناية المتوسطة بسعة 9 سراير 9 أسرة، والعناية المتوسطة الجراحية بسعة 8 أسرة. وعندنا كمان عنايتين في الأطفال، عناية مركزة وعناية متوسطة لجميع الحالات الحرجة للأطفال، بما فيهم حالات الكبد اللي بتحتاج لزراعة الكبد. كل العنايات دي بتخدم جميع المرضى اللي بيحتاجوا لرعايات مركزة، سواء مرضى كبد أو بعد العمليات الجراحية، أو المرضى اللي بيتحضروا للزرع ومحتاجين رعاية مركزة أو بعد الزرع. جميع العنايات مجهزة بأعلى المستويات من الأجهزة، وجميع الأطباء اللي فيها متخصصين، سواء أطباء تخدير وعناية في عنايات الجراحة، أو أطباء بطنة كبد وجهاز هضمي في عنايات البطنة، أو أطباء الأطفال في عنايات الأطفال. وهم العنايات عندنا شغالة على مدار اليوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. معظم الأمراض بتجيلنا المعهد متمكن منها كتشخيصية وكعلاجية، منها حالات المناظير الجهاز الهضمي. في حالات بتخش عندنا صفرة اللي هي ارتفاع في البلورين بتاعها بتبقى جوندس، في نزيف في الجهاز الهضمي، وفي قيء دموي بيبقى صراحة هنا في المعهد فهمنا كل حاجة وكل حاجة سليمة طبعا، واخدين الطريق الصحيح في اعتماد الجهار، فماشيين كل حاجة هنا سيستم معين بنحط الدكتور ليه شغله والطبيب ليه شغله، وكل واحد بيقوم بالمهام المكلف بيها بإتقان وجهد بمجهود كبير جدا. حضرتك احنا بنحاول نقدم أفضل خدمة موجودة هنا في المعهد من خلال الحقيقة بنحاول نقدم لها خدمة مش موجودة في أي حتة في أي مؤسسة في مصر، من خلال تقديم عن طريق المناظير التداخلية والأشعة التداخلية. بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نحاول المريض يبقى جاي بنزيف سواء شرجي أو نزيف هيماتنسز، بنقدم له إن احنا نقدم له المناظير، ونحاول على قد ما نقدر إن احنا نوقف النزيف ده. في حالات تانية بتبقى عبارة عن بتبقى جاية بسبب نسبة الصفرة عالية أو البلورين عالية، فبنحاول ندخلها منظار ERCP أو منظار قنوات نهرية، ونحاول إن احنا ننزل الصفرة. دي بخصوص قسم البطن في الدور الخامس. بنحاول دي الحالات اللي بتواجهنا هنا في القسم. في انواع حالات تانية كتير بتواجهنا، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم لهم خدمه محترمه، وفي مستشفى بنحاول نقدم الرعايه الصحيه المطلوبه ليهم وبمجهود كبير، وعلى قد ما نقدر نحاول ان احنا نحسن من الالم اللي بيواجهوه او من الصعوبات اللي بيواجهوها، بنحاول نذللها ونكون على قدر من المسؤوليه سواء دكاتره او تمريض. انا اسمي أميرة علي، 32 سنة، من دمنهور. انا جيت هنا متشخصة بتكاري،
دخلت من يوم السبت اللي فات. دخلت العمليات امبارح. عملت تسليك وركبت دعامة، والحمد لله الخدمة هنا كويسة، وأنا الحمد لله حاسة نفسي بقت أحسن.